السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 والله العظيم. انا مصورة الفيديو ده بقالي كام يوم، بس يعني الوضع صعب عندي قوي لان عيالي خلاص عرفوا ان الشتا دخل. يبقى نعيا بقى، طالما الشتا دخل نعي، سامعين كده؟ احنا كده طول اليوم عيانين طول اليوم. و يعني دور البرد اللي ماشي ده دلوقتي ربنا يعينهم عليه. بصراحة الأطفال مش مستحملة بصراحة. ربنا يشفيهم يا رب ويخليهم لنا ويطرح لنا فيهم البركة ويعدي الشتاء ده على خير، عشان أنا مش بتفائل خالص بأيام الشتاء مع الأولاد. ربنا يخليهم يا رب. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا بقى النهاردة نشوف نعمل الحلة السكر اللي هي لازم طالما دخل الشتاء يبقى لازم نعملها. النهارده هنعمل شوربة عدس. تعالوا بقى نعملها، بس انا هعملها لكم على طريقة ماما. ماما انا متعلماها منها وهي بتعملهاش غير كده بصراحة. تعالوا بقى نشوف ايه حطينا. بصلتين كده حلوين وسط، وثلاث طماطمات، وجزرتين. اهم حاجة في العدس الجزر. وحطيت فصين توم او ثلاثة تقريبا، 3 فصوص توم صغيرين كده. وحطيت ربع كيلو عدس. غسلته كويس قوي قوي قوي، ونقيته الاول وبعد كده غسلته كويس جدا، سبته يتصفى وحطيته بقى كده. طريقته سهله قوي. مش بنحط، في ناس بتحط كوسه، لا مش بنحط كوسه بصراحه. في ناس بتحط بطاطس برضو، لا مش بنحط بطاطس. في ناس اصلا بتسويه في شوربه، لكن احنا مش بنسويه في شوربه خالص، بنخليه كده خفيف خالص كده ومش دسم خالص. طعمه بيبقى احلى بكتير بصراحه. انا جربته في الشوربه، لقيته طعمه كده وهو بيور كده بيبقى احلى بكتير. زي ما قلت لكم حطيت بصلتين، قطعتهم، وحطيت 4 طماطمات و3 طماطمات وجزرتين، قشرتهم كويس قوي وقطعتهم حلقات كده وسط. و3 فصوص توم وربع كيلو من العدس. وكمان حطيت عليهم رشة كمون. ما حطيتش حاجة اكتر من كده خالص خالص خالص. مش بحط ملح ولا اي حاجة دلوقتي خالص. كانت في الوقت ده كانت في حلة على النار بقى بتغلي، ورحت منزله فيها ايه العدس. زي ما انتم شايفين كده، يعني كميه الميه بتاعته بتبقى مغطياه، يعني اعلى منه شويه، لان هو لما يستوي هنشوف دلوقتي ايه اللي هيجرى فيه. هيشرب طبعا الميه دي كلها. بصوا كده هيغلي بقى غلوه، واروح موطيه عليه حوالي ربع ساعه واقل كمان. ان شاء الله هيكون استوى معاكي. طب هعرف ان هو استوى منين؟ لازم يكون الخضار اللي حواليه ده كله استوى. تعالوا اقول لكم ازاي. بصوا هو هنا كده خلاص انا استوى، وكميه الميه خلاص قلت خالص زي ما انتم شايفين كده. بس انا بقى بعرف لما بلاقي الجزر، انا كنت مقطعاه وسط، لو لقيت الجزر خلاص استوى يبقى هو كل الخضار اللي معاه استوى. شايفين اتقطعت بالمعلقه. سهله جدا 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 في قطعها. هسيبه بقى هنا يهدى خالص. طبعا انا لو عندي هاند بلندر كنت اشتغلت بيه، بس انا بصراحه ما عنديش، فبشتغل في الخلاط او الكبه. فانا هسيبه هنا يهدى خالص خالص، وهبدا ان انا اضربه في الكبه. طيب انا من مدرسة بصراحة، انا وماما، ان احنا بنصفي العدس. لازم اصفيه، ما اعرفش اتعامل معاه من غير ما يتصفى، مش هقدر اكله بصراحة. يعني حتى لو فكرت في يوم من الايام يبقى عندي هاند بلندر واضربه فيه هصفيه برضه مش هينفع اشتغل فيه كده مرة واحدة. فانا حطيته كده وهو دافي شوية، لاني يعني ما صبرتش عليه بصراحة. حطيته بقى كده في الكبة بالمية بتاعته. انا مش هزود له مية تاني بقى خلاص. يعني كده ميته كانت مظبوطة جدا بالنسبة لي. هضربهم كويس قوي. طبعا الشتا يعني عدس، يعني محشي كرنب، يعني قرنبيط. اكل الشتا بصراحه بيبقى كتير وحلو قوي ومفيد، خلي بالكم. يعني اكلات الصيف بتبقى بحس ان هي دسمه. معرفش بتبقى اكتريتها اللي هي الاكلات السريعه دي. بحس ان هي مش بتبقاش صحيه قوي للاولاد وما بتشبعهمش. لكن اكلات الشتاء بقى بصراحه بحس ان هي بقى كده ايه جديده كده. يعني قلقاس بيبقى موجود، جميع انواع الخضار بتبقى موجوده. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي جدا للاولاد. تعالوا بقى هنا بصوا ضربته، شفتوا عامل ازاي كريمي ازاي، بس برضو لازم يتصفى. هو صحيح مش هينزل حاجه كتير، هوريها لكم في الاخر، بس انا لازم اصفيه. لازم يتصفى واتعامل معاه وهو متصفي. كده بقى انا ضربته. عايزه اقول لكم ان اللي كلوا معايا هو تمارا بنتي وجوزي بس، لكن ابني ما حاولش خالص خالص ان هو ياكله. وانا في اليوم ده قلت له بطاطس وكده وكلها، وما رضيش ابدا ياكل منه، مع اني حاولت معاه كتير قوي. كان بياكله وهو صغير قبل ما يفهم بقى وكده ويقول لي الاكل ده لا والاكل ده اه.
يعني كان بياكله الأول، دلوقتي ما بقاش ياكله خالص، وحاولت معاه بصراحة ما رضيش، فقُلت بلاش أنكد عليه عشان هو عيان، فخلاص مش مشكلة. طيب حد هيقول لي أنتِ بتعملي العدس والعيال عيانة؟ العدس باعمله والعيال عيانة بس صدرهم مش واجعهم، يعني صدرهم ولا معدتهم، يعني هو كان عنده كُحّة، لأ مش كُحّة قصدي، يعني كان عنده رشح بسيط، يعني حاجات كده خفيفة يعني، بس هو برد أول عن آخر، يعني صوتهم منبوح كده على طول، فهو ما كانش صدره وجعه ولا حاجة ولا معدته، لكن لو صدره يعني فيه كُحّة شديدة أو معدته فيها أي التهابات أو حاجة، يعني ما أعرفش، بس هي أنا ما باقدرش أأكّلهم لا عدس ولا لبن ولا بيض ولا سمك ولا الحاجات دي خالص، باحس إن هي بتبقى تقيلة، ولا فول، باحس إن هي بتبقى تقيلة جدًا على معدتهم، وتقيلة كمان على صدرهم، فمش باقدر أأكّلها لهم خالص. لكن ساعة لمّا عملت العدس ده كان يعني عندي ابني ده يدخل الشتا على طول أحسّه منبوح وأحسّه رايح على طول، وعنده رشح في أنفه على طول، على طول. لكن برد شديد وكده لأ. الحمد لله يعني ربنا يتمها علينا بخير يعني. ايه يا روح ماما، معلش يا حبيبتي معلش. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده كده طول النهار ما تفهموش هي عايزه ايه بصراحه. تعالوا بعد كده بعد ما صفيت شفتوا ما نزلش حاجات كتير، تعالوا بقى نشتغل في الحله على طول. انا غسلت نفس الحله وحطيت فيها شويه زيت، ونزلت عليها بكوبايه من العدس. كان ممكن اعمله بزبده، صراحه عملته بزبده قبل كده كان حلو قوي، بس جوزي ما بيرضاش ياكله بزبده بصراحه، ما بيرضاش ابدا ابدا ياكله بزبده او بسمنه او حاجه، لا هو بيحبه بزيت، فانا عملته له بزيت. بس انا بقول لكم من هنا لو هو بزبده بيبقى حلو برده، لو عايز تعمليه بزبده اي ماده دهنيه بتستعمليها ما فيهاش اي مشاكل خالص. بحط الشعريه وبفضل احمرها حلوه قوي. برضو في ناس بتعمله بالتقليه اللي هي بالبصل وكده، بس انا ما جربتوش بصراحه، احنا بنعمله كده بس. بالشعريه بحمر الشعريه كويس قوي، بديها لون غامق شويه. ليه بديها لون غامق شويه؟ علشان لما احط لها العدس ما تشربوش كده وتبقى تتقل جدا. كده انا حمرته، هنزل عليه بمكعب مرق الدجاج، ممكن تحطيها وممكن لا، بس انا عندي بتديلي نكهه حلوه قوي في طعم الاكل يعني، بديل الشوربه يعني، بس هي بتدي نكهه اكتر من ان هي تكون شوربه يعني. هنزل بقى عليها بالعدس اللي انا صفيته، شوربه العدس اللي انا متصفيه. طبعا انا مش هحط عليها اي ميه ولا اي حاجه خالص، ولا اي اضافات غير اللي هي البهارات. بهاراتنا بتكون ملح، ملح، فلفل اسود، كمون، حبه كزبره ناشفه، بس خالص مش بتحطليش اي حاجه تاني، ولا بقى كركم ولا بابريكا ولا الحاجات دي كلها. بشوف ناس بتحط الحاجات دي، بس انا ما بحطش بصراحه الحاجات دي. طبعًا أنا هنا ما حطيتش مَيّة، بس كان في بواقي في الحلة، وده حرام طبعًا تترمي، فرُحت منزّلاها، يعني حبة بسيطة أوي، يعني أقل من ربع كوباية يعني، وبس كده. هاسيبه بقى يغلي شوية صغيرين برضه لحد ما الشعرية تستوي، الشعرية تستوي بس تفضل شوربة زي ما هي، هاوريها لكم. بُصّوا هنا كان داخل على سِوَى، هابدأ بقى أحدّقه. أنا باحدّق الملح في آخر حاجة خالص في العدس. حطيت فلفل أسود، يعني حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بصوا بقى أنا حطيت الملح، بس هقلبه خالص وهسيبه كده يدوب، وهدوقه وهيعوز مني ملح حاجة بسيطة تاني. كده بقى أنا كده عملت العظمة بتاعة البيت بصراحة، تحفة. ماما بقى ربنا يديها الصحة بتعمل حاجة اسمها فتة عدس بعيش وكده، بس احنا ما بحبهاش يعني ما دقتهاش بصراحة قبل كده، فعندي في البيت أكيد مش هياكلوها. فأنا حمصت عيش في الفرن، بحب أحمصه في الفرن قوي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه بقى كده ايه ديكوريشن مش أكتر، لكن أنا بحب أكله كده جنب منه. حطيت بصل اخضر على الوش كده، وحمصت العيش، وبقى نكسر العيش في الشوربة وناكل كده بالمعلقة. شايفين قوامه عامل ازاي، الشعرية عاملة ازاي فيه، تحفة، كان طعمه خطير بصراحة، كان حدقه مظبوط جدا جدا جدا، والحمد لله. ايه يا حبيبتي،
والبصل الأخضر بقى كده كان ممكن يتعمل جنبه بصل مدعوك أو حاجة وطماطم وكده، بس كان عندي بقى زيتون ولفت وكده فما عملتش جنبه بصل، كان بصل أخضر. وبس كده، وبكده يكون خلص فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش دوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني كل جديد، وتزودوا كده التفاعل في القناة كده، خلي القناة تشتغل كده، وربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب. باي باي.